تكلمنا قبل الفاصل أيها الإخوة عن الحرفين المتقاربين، وبينا بأنه إذا سكن الأول من المتقاربين دائما شرط الإدغام سكون الأول دائما. إذا سكن الأول من المتقاربين فبعض الأشياء تدغم باتفاق وبينا ما هي، وبعض الأشياء تدغم باختلاف وبينا أنها تدرس في علم القراءات. بقي علينا الحالة الرابعة من حالات الحرفين الملتقيين، وهي أن يكون الحرف الأول والحرف الثاني حرفان متباعدان، أن يكونا حرفين متباعدين، هذا من مخرج وهذا من مخرج آخر ما في بينهم تقارب. ما وضع الحرفين المتباعدين؟ وضعهما الإظهار. فإذا التقى حرفان متباعدان والأول منهما ساكن فلا إدغام لأحد من القراء أبدا. يعني مثلا خذوا مثلا من آمن، من النون من طرف اللسان، أن آمن الهمزة من أقصى الحلق. ما علاقة طرف اللسان بأقصى الحلق؟ ما في بينهم علاقة. لذلك كل القراء بإجماع يظهرون النون عند الهمزة فيقولون من آمن، من آمن، ولا أحد يدغم النون ولا يخفيها ولا يقلبها ولا يفعل فيها شيء أبدا. مثلا خذوا في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت، أنع النون عند العين، أن النون من طرف اللسان، العين من وسط الحلق. ما علاقة طرف اللسان بوسط الحلق؟ ما في علاقة. لذلك النون مظهرة. أنعمت، عمت، الميم من الشفتين وساكنة وبعدها تاء، والتاء من طرف اللسان. ما علاقة الشفتين بطرف اللسان؟ ما في بينهم علاقة. لذلك الميم عند التاء مظهرة، كما هو معلوم في أحكام الميم الساكنة أنها لا تدغم إلا في مثلها فقط، وتخفى عند الباء وتظهر عند بقية الحروف. إذا التقى حرفان متباعدان والأول ساكن فحكمهما الإظهار لجميع القراء. نرى ذلك على اللوحة التعليمية التي تبين ذلك. الحرفان المتباعدان هما الحرفان المتباعدان في المخرج والصفات، نحو من آمن، وبينا بأن النون تظهر عند الهمزة لأن النون والهمزة لا علاقة بينهما. صراط الذين أنعمت عليهم، النون عند العين، الميم عند التاء، الياء عند الهاء في عليهم، عليهم، الياء من وسط اللسان، الهاء من أقصى الحلق أيضا إظهار. يؤمنون، الهمزة في كلمة يؤمنون ساكنة وبعدها ميم، الهمزة من أقصى اللسان، عفوا الهمزة من أقصى الحلق والميم من الشفتين. ما علاقة أقصى اللسان بالشفتين؟ ما علاقة أقصى الحلق بالشفتين؟ ما في بينهم علاقة. لذلك يؤمنون إظهار. تشكرون، الشين من وسط اللسان، الكاف من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي أيضا ليس بينهما علاقة ولا إدغام. نقول تشكرون ولا ندغم الشين في الكاف ولا شيء أبدا. إذن هذه علاقة الحرفين المتباعدين، وحكمهما كما نرى في السطر الأخير حكمهما الإظهار في كل القراءات.